السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. النهاردة هنعمل مع بعض العيش المصري او العيش البلدي في فرن البوتاجاز، وهنتكلم فيه عن تفاصيل كتيرة جدا جدا وحاجات جديدة اول مرة تسمعوها مني. ناس كتيرة سألتني عليها وحاجات بتقف قصادهم وهم بيعملوا العيش. النهاردة هنتكلم عن حاجات كتيرة قوي، وكمان الناس اللي هي ما بتعرفش تاخد العيش على ايديها وترميه في الصينية او ترميه على الصاجة في الفرن. هقول لكم على طريقة سهلة جدا هتسهل عليكم الموضوع. وكمان هنتكلم على عجينة فصل الشتاء، لان بيبقى انا بالنسبة لي بيبقى في تريكات كده بسيطة ما بين عجينة الصيف وعجينة الشتاء. هنشوف النهاردة مع بعض ازاي نخلي العجينة في الشتاء ترفع معانا بسرعة، تخمر معانا بسرعة، وكمان تخلي العيش او يعني يكون طري معانا زي ما انتم شايفين كده. ويلا بينا كده على طول نشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه انا طبعا زي ما يعني الفيديوهات اللي عدت قبل كده، انا طبعا كنت قايله لكم ان احنا بنعجن بميه فتره. في الشتاء الميه لازم تكون سخنه، بس مش سخنه بتغلي، سخنه ايدك تستحملها علشان برضو ما تموت لناش التفاعل بتاع الخميره. حطيت بس شويه كده صغيرين من الميه في الطبق اللي هعجن فيه، وبعد كده حطيت نص معلقه كبيره من السكر، ودي انا ما بحطهاش في فصل الصيف. انا السكر بحطه بس في الشتاء علشان خاطر تنشط لي الخميره بسرعه، والعجين ما ياخدش وقت ويخمر معايا بسرعه. بعد كده حطيت معلقه ممسوحه كبيره من الملح، وحطيت كمان معلقه كبيره حوالي 8 جرام من الخميره الفوريه، لاني النهارده هعمل كيلو واحد بس من الدقيق. يبقى المقادير اللي احنا اتكلمنا فيها ديت مقادير كيلو واحد بس من الدقيق. انا بس حطيت شويه صغيرين كده من الميه علشان ادوب فيهم الملح والسكر، لان طبعا السكر بتكون الحبيبات بتاعته يعني تخينة شوية، أو كبيرة شوية، فما ينفعش أحطه على طول على الدقيق. فأنا دوبت بس الكلام ده كله كده مع الخميرة، وبعد كده هبتدي على طول أحط كيلو الدقيق بتاعي كله. تمام كده. يبقى أول حاجة عرفناها إن المية تكون سخنة شوية، مش فترة ولا دافية، لازم تكون سخنة شوية. وهحط كمان نص معلقة كبيرة من السكر علشان تنشط لي الخميرة بسرعة. كل الكلام ده أنا بعمله في فصل الشتاء بس، لكن في الصيف المية تكون فترة أو زي دمعة العين، أو كمان ممكن نعجن بيها من الحنفية على طول، مفيش أي مشاكل. وكمان ما بضيفش سكر، لأن كده كده بيبقى الجو حر قوي والخميرة بتنشط معايا بسرعة، وكمان العجينة بتخمر معايا على طول. كده احنا عرفنا الفرق ما بين عجينة الصيف وعجينة الشتاء. هبتدي بقى دلوقتي أعجن زي ما انتوا شايفين كده. أنا حطيت المية كده، بحط شوية بشوية هاعجن. احنا هنفرد بالطريقة العادية بتاعتنا، بس مش بالنشابة، احنا هنفرد النهاردة بايدينا، علشان الناس اللي اشتكت كتير وقالت العيش مش بيتنفخ معانا. هقول لكم دلوقتي ايه السبب. هبتدي دلوقتي كده اعجن واتأكد ان الدقيق كله اختفى معايا، وابتدي طبعا احنا اتكلمنا عن طريقة العجن في فيديوهات كتيرة قبل كده. هعجن بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها، ومش هخلي العجينة يابسة شوية. انا في الشتاء بخلي العجينة طرية شوية، انا كمان كده مخليها يابسة. بالنسبة لكم انتوا هي ممكن تكون طرية شوية، لكن لازم تخليها كده في الشتاء. فاهمين قصدي؟ ما تخليهاش يابسة، لان كده كده الجو الساقعة بيخلي العجينة تبقى ناشفة شوية. فاحنا عشان العجينة ما تكونش قاسية قوي معانا، بنطريها شوية بسيطة عن اللي احنا متعودين عليه. خلاص كده انا دلوقتي عجنتها كده كويس، وابتديت اطب فيها كده برضو كويس، الحركة اللي احنا متعودين نعملها كده في العجينة بتاعة العيش. وهي كده يعني كويسة معايا وتمام قوي. ممكن احط لها كمان شوية مية، مش عارفة احط هنا شوية مية كمان ولا كده خلاص استكفيت. هي كده تمام قوي. بصوا، طالما بتعجنوا كده وبتلاقوا في الاخر ايديكم مش شايله عجين كتير، يعني العجين مش لازق فيها، مش بيمط كده فيها اهي، بيسلك من ايدي. طبعا لازم تكون ايديكي فيها عجين، بس مش بالكميه الكبيره. فاهمين قصدي؟ كده تبقى العجينه مظبوطه معاكي وتمام التمام. اهي بتمط اهيت معانا، يبقى كده تمام التمام. هبتدي بقى دلوقتي ارش على وشها كده شويه من الدقيق، اغطي بس كده على وشها شويه من الدقيق، واغطيها واسيبها طبعا في مكان دافي علشان تخمر معايا. الطبيعي لو انا عجنت بميه دافيه وما حطيتش سكر، هتاخد معايا من ساعه ونص لساعتين في فصل الشتاء في الساعه. لكن طبعا اضافه السكر والميه السخنه هتخليها تاخد معانا اقل من ساعه. انا خدت معايا ساعه الا ربع، وكانت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا. طبعا جهزت كده خلاص الصينيه، وحطيت عليها الرده اللي هي نخاله القمح. الناس اللي ما تعرفهاش، اللي احنا بنشوي بيها السمك، بتبقى متوفرة عند العلاف، بس أهم حاجة تكون ردة ناعمة.
وكمان هقطع على زيت علشان خاطر الوش بتاع العجينة ما ينشفش معايا. انا اوقات بقطع على دقيق في الصيف بقطع على دقيق علشان يعني ما العجين ما بي وشه ما بينشفش معايا قوي زي اللي في الشتاء. الزيت هيسهل معاكي عملية الفرد ومش هيخلي العجينة تلزق في ايدك وانت بتفرديها من فوق، وكمان مش هيخليها وشها ينشف او يعمل كده طبقة من فوق. تمام كده هتقطعي الحجم اللي يريحك، عايزاه كبير عايزاه صغير براحتك خالص. على فكرة انا لابسة جوانتي بس الايد التانية مش علشان بس العجينة، لا علشان بس انا صباعي مجروح وكنت حاطه له كده لزق ومش عايزة طبعا العجينة تلزق فيه. تمام كده خلاص انا خلصت قطعتهم كلهم، طبعا انتوا تقطعوا بالحجم اللي يريحكم. وهبتدي دلوقتي افرد بالطريقه اللي احنا متعودين نفرد بيها، وهقول لكم دلوقتي ايه هي الطريقه السهله بالنسبه لكم للناس اللي ما عرفتش تاخد او تلقط العيش الرغيف على ايديها وتحطه على الصاجه. طيب احنا كل مره طبعا متعودين في الفيديوهات بتاعتنا ان احنا بنفرد بالنشابه، بنفضي منه الهواء كده خالص عن طريقه النشابه. وفي ناس يعني ما بيسيبوش المدة الكافية ان هو يريح، علشان كده ما بيتنفخش في الفرن. فانا النهارده هسهل عليكم الموضوع خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا فردت بايدي بخفة جدا. طبعا انتوا شفتوا الطريقة هوريها لكم برضو تاني. وكنت خلاص مشغلة الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية، وخدت الصاجة كده وهي سخنة وعلى طول حطيت فيها الرغيف وهبتدي على طول ادخله الفرن. طيب الناس بقى اللي ما بتعرفش تاخد كده الرغيف على ايديها علشان تحطه على الصاجة او في الصينية هتعمل ايه؟ طبق مسطح كده زي ما انتوا شايفين يكون واسع شوية. طبعا مش شرط خالص يكون ازاز، انا بس هو ده اللي متوفر عندي. انا بصراحة ما عنديش حاجة غير دوت، حجمه كبير ومسطح كده ما يكونش ليه حرف يعني. بلاستيك بقى، اي حاجة مدورة كده، خشب، اي حاجة عندك، ألمونيوم، اي حاجة، اي صينية او اي حاجة. هتبتدي ترش عليها رشة دي كده، رشة ردة خفيفة، وتبتدي على طول تحطي عليها العيش وتفردي بايديكي برضو. وبعد كده بالراحة كده تتخلصي من الزوايد بتاعة الردة، وهتحطيه كده في الصاجة بكل سهولة. ولو حسيتي ان هو لم معاكي وانتي بتحطيه هتفرديه بايدك على طول، مفيش اي مشاكل. الطاسة كده كده بتبقى الصاجة بتاعة الفرن تكون سخنة يا جماعة، تكون سخنة. اوعي تحطي البتاع وهي باردة. احنا في الصينية او اللي احنا بنسويه على عين البوتاجاز بيختلف عن فرن البوتاجاز. تمام كده هنعمل واحد كمان، برش كده رشة ردة خفيفة جدا وابتدي افرد بايدي، مش بدوس جامد علشان ما طلعش الخمر اللي جوه الرغيف. بالراحة خالص. ببصوا انا بعمل بطراطيف صوابعي. بعد كده بتخلص من الردة الزيادة. واهم حاجة بقى ان انا اتأكد اهز الرغيف في الطبق قبل ما احطه في الصاجة علشان اتأكد ان هو مش لازق، عشان العيش الرغيف العجينة يعني ما تتقلبش على بعضيها. تمام كده اهي، بهزه بس كده قبل ما احطه على طول على الصاجة علشان اتأكد ان الرغيف مش لازق خالص في الطبق. وابتدي على طول كده بالراحة اروح دلقاه كده او حطاه بالراحة كده في الصاجة. وبعد كده على طول اروح مدخلاه الفرن. انا هوريكم دلوقتي وهو جوه الفرن وطريقة التسوية. الطريقة دي كده طريقة سهلة وهتريحنا كتير. مش هتخلينا ان احنا نطلع الهواء من بصوا العيش طالع جميل ازاي، جميل جدا. بصوا بقى شوية الردة اللي في الصاجة دول شايفينهم، لازم نتخلص منهم طبعا قبل ما نحط الرغيف الجديد. هما هينزلوا على طول يعني اهو، بصوا اهو. وبالراحة كده لازم اهز الرغيف اتأكد ان هو مش لازق في الطبق، وعلى طول اروح حطاه بكل سهولة. كده احنا مش هنستنى على الرغيف ان هو لازم يخمر تاني علشان ينتفخ معانا، لا احنا هنفرد وعلى طول نحطه في الصاجة وندخله الفرن كده على طول. هحطه بقى في الصاجة من تحت خالص الاول لحد ما ينتفخ معايا زي ما انتوا شايفينه كده، وبعد كده بطلعه الصاجة كلها تحت الشواية. ما تحطوش في النص هينشف معاكي. لكن لو انت عندك الفرن درجة الحرارة بتاعته عالية جدا بيبقى سخن قوي، انا الفرن عندي ما بيبقاش سخن جامد. لو بيبقى سخن قوي وهيسوي العيش من تحت ومن فوق وهو الصاجة في النص خليها في النص. لكن انا بالنسبة لي الفرن عندي درجة حرارته ما بتبقاش حامية قوي، فبحطه من تحت الاول علشان يستوي لحد ما ينتفخ معايا. وبعد كده باخده بالصاجة كده، اخد الصاجة اروح يعني حطاها تحت الشواية على طول. وما تهديش النار تكون من تحت ومن فوق عالية. العيش بيحب النار العالية علشان يطلع معاكي طري.
طيب انت اول ما بيطلع كده بيبقى الوش بتاعه ناشف شويه، بتحطيه فوق بعضيه وهو سخن، يا اما بتغطيه اول ما بيطلع، هيبقى طري معاكي جدا زي ما انت بتشوفيه كده، وهيبقى زي الفل. بصوا العيش والله طالع جميل جدا في الوقت ده، بيبقى الوش بتاعه ناشف شويه. طبعا تسويه الفرن غير تسويه البوتاجاز غير تسويه الفرن الغاز، يعني يعني كل حاجه بتختلف التسويه عن غيرها. بصوا بهز بس كده الرغيف الاول، اتاكد ان هو مش لازق، وعلى طول اروح كده محطاه في الصاجه بتاعتي وهي سخنه، وادخله الفرن. الطريقه ديت هتكون سهله عليكم جدا، وكمان هتخلي العيش معاكي ينتفخ بسرعه. اول رغيف بس اللي بيتعرف على درجه الحراره هو اللي ممكن يطلع معاكي مش منفوخ قوي، زي اول رغيف كده انتوا شفتوه معايا. او تاني رغيف دوت اللي كانت لسه، هو المفروض كان بالنسبه لي اول رغيف، بس جه في الفيديو تاني رغيف. ما انتفخش قوي، فده طبيعي جدا. ما تزعلوش لو في رغيف معاكم ما انتفخش. اهم حاجه تكوني يعني واثقه من العيش بتاعك ان هو طالع حلو، اهم حاجه طعمه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.